فمن وصاياه النافعة في هذا الباب أيضا قوله حفظه الله: إذا كنت مؤمنا ضعيفا لا تخذل أخاك. إذا كنت مؤمنا ضعيفا فلا تخذل أخاك، لأن الخذلان ينافي صفة الطائفة المنصورة، ولأن الخذلان لصاحب الحق يعود بالضرر على الخاذل وعلى من تأثر بخذلانه. إذا كنت مؤمنا ضعيفا لا تخذل أخاك، لا تجعل ضعفك منهجا، لا تجعل ضعفك حكمة، لا تجعل ضعفك عقلا وتعقلا وتريثا. اعترف أن ضعفك عذر خاص لك يعذرك الله به عند الله، وافرح بجهاد من جاهد من أقوياء إخوانك وأشياخك. أما أن تتجاوز نقطة تحديد عذرك الشخصي لتجعله مسلكا منهجيا، هنا انحرفت عن الجادة، لأن ما كل الناس في درجة واحدة من القوة في البيان والصدع بالسنة، وإلا لكان كل علماء السنة في طبقة واحدة. الحق الذي يدعو إليه الإمام أحمد هو اعتقاد أئمة الحديث في عصر أحمد ومن ثبت وبرز. الحق الذي يدعو إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو اعتقاد أئمة وعلماء كثيرين في عصره، ولكن من برز وثبت؟